وما عنديش كلمة حتى انت هتعيش تاخد زمنك وزمن غيرك. يعني ايه زمن غيري؟ ما انا في الزمن ده لما الدنيا تقلب حلاوه تكشر نعمل ايه؟ هنلعبها ونشقطها ونجري عليها ونبططها. فالراجل جنبي قال لي ده مجنون ده. ساعات الناس بتقول ان مهم قوي في السن انك تحوط نفسك بناس على نفس طاقتك، على نفس طريقة تفكيرك. قلت لك البوزيتيف انرجي بتيجي من حل المشاكل، لان ده اللي بيديك السيلف استيم. وكان عندي نوع من التربيه غريب شويه، ان هم بالذات والدتي ما اعرفش ايه اللي خلاها تتعامل معايا كده، انه كل حاجه ما يصحش. دايما بقول للناس اوعى تفقد الاحساس ده، انك انت لسه عاوز تبتدي ولسه عاوز تعمل ولسه عاوز تدي. في ايه تاني حكم صينية بتهيألك كل مصري لازم يبقى عارفها كويس؟ لا ده انا مريت بمشاكل ومتاعب وتحديات، وكونك ان انت تحلي ده هو اللي بيولد عندك الطاقه الايجابيه. مفيش حاجه اسمها بوزيتيف من غير حاجه نيجاتيف. الزمن اللي متبقي من حياتنا اصبح محسوب بالملي. هاني، ميرسي قوي انك معانا النهارده في محدش قال لي. انا من زمان بتفرج عليك ومعجبه جدا بيك. كنت عايزه النهارده اتعلم منك ازاي الواحد يقبل على المرحله دي من العمر، وانه ازاي يقعد يتعلم حاجات جديده ويبقى على طول مليان بالطاقه الايجابيه. اول سؤال عايزه اساله لك، انت تعتبر نفسك كم في المية مصري، كم في المية صيني، وقصتك ايه بالظبط للي ما سمعهاش قبل كده؟ مريم انا مبسوط قوي اني ابقى معاكي في البودكاست ده، واحنا معرفه قريبه قوي. ابتدينا بايفون وتعرفنا على بعض بيرسونالي، ودي مساله مهمه قوي. انت ابتديتي بحته ازاي انت في المرحله العمريه دي ولسه عندك الطاقه وكده، من خلال انت بتتابعي في السوشيال ميديا وكده. وكمان سالتي على الرحله which is a very big questions. ده سؤال طويل قوي هياخد كل البودكاست. خليني اقول لك بس كده حته انا صيني قد ايه وانا مصري قد ايه. هو الكالتشر، كونك انك تبقي في مصر اولا، وزمان مصر كانت كوزموبوليتان، او انت قريبه من الميديترينيان والجو العام بتاع يوروب، انت خليط. يعني انا طبعا ما اقدرش اقول قد ايه، لانه ثقافيا انا متاثر جدا بالصين و وثقافيا متاثر جدا بمصر. هي مزيج، لكن انا مولود في مصر. طبعا انا مصري اكتر، يعني اللي يشوفني ويسمع لهجتي كده انا مصري، انما يمكن طريقه تفكيري عامله الخليط بتاع المصري الصيني. بالنسبه لحته البوزيتيف انرجي، انا عاوز بس اقول حاجه علشان بعد كده نخش في موضوعنا. مفيش حاجه اسمها بوزيتيف انرجي بالنسبه لي، في حاجه اسمها البوزيتيف انرجي بالانس. يعني مفيش حاجه اسمها بوزيتيف من غير حاجه نيجاتيف، مفيش حاجه انتيك من غير في اوتتيك مناسب ليها. اذا احنا عندنا حاجه اسمها الينج ان يانج يا مريم، فنفترض ان انت خدتي حاجه نيجاتيف، اوكي، وبعدين انت عندك حاجه بوزيتيف خدتيها، لو الدنيا دي مش بالانس مع بعض مش هيبقى عندك بوزيتيف انرجي. اليانج ده ممكن يزيد قوي which is bad لو متصور، لانك ممكن تتصوري لو ان انا عندي سيلف استيم، ان انا راجل عظيم، ان انا مش عارف ايه، فتبتدي تنتفخي جدا ويتقالك ان انت حاجه سوبيريور قوي، يجيلك انفيريوريتي كومبلكس لما بتبقي سوبيريور بزياده، مش سوبيريوريتي كومبلكس. فعشان تبقي بوزيتيف لازم تفهمي انه لا ده انا مريت بمشاكل ومتاعب وتحديات، وكونك ان انت تحلي ده هو اللي بيولد عندك الطاقه الايجابيه اللي احنا ساعات بنعكسها، نقول لا ما كفايه بقى، خدنا حاجات سلبيه كفايه، ازاي نحولها؟ ان احنا نحل، ان احنا نحاول. التشالنج ده هو اللي بيخلي يانج ات هارت اللي انت بتتكلمي عليه. انا بخاطب، انت قلتي لي ان احنا بنخاطب الكبار قوي قوي قوي، لا لا. بس انا عايز كمان الشباب يفهموا، لانه مش عاوزين يوصلوا يبقوا كبار and then they regrets. يعني دي مرحله مهمه قوي، انه لما تراجعي هيبقى في كتير من ندم، والندم ده بيضيع اللي فاضل من عمرك. يعني هتقعدي اللي فاضل من عمرك في اخر شابتر منه الكام سنه تقول يا ريت ويا ريت ويا ريت. طب وبعدين يبقى غلطتي وندمتي الجزء التاني اللي فاضل من حياتك. انت يعني تقدر تقول عن نفسك ان ما عندكش ندم دلوقتي؟ بندم اني ندمت كتير يا مريم من غير اي مناسبه، بوقت شويه زايد، بفهم انه الزمن المتبقي لما بنتكلم عن المرحله السنيه دي، الزمن اللي متبقي من حياتنا اصبح محسوب بالملي. فكل وقت ضيعته في اني ندمت او غضبت زياده او كانت ردود افعالي اوفر. دلوقتي يعني بغضب وبزعل، بس في نفس الوقت برجع تاني بسرعه شويه. مفيش وقت، ما بقاش في وقت في كل حاجه في حياتنا، ما بقاش في وقت. طب ازاي قادر تعادل ما بين شغلك الكبير قوي تشاينيز تشين بكين وكل الحاجات اللي انت بتعملها بجانب اخر، وان انت قادر كمان تدي للمجتمع؟ يعني انت بتعرف الناس عن القيادة، مش بس القائد حاجة والمدير حاجة تانية، ازاي الواحد يبقى قائد كويس. بتشجع رواد الاعمال الجداد ان هم يتكاتفوا مع بعض ويعملوا حاجة مع بعض. ازاي قادر ان انت يعني
تدير كل اللي وراك وتاخد بالك من نفسك بحيث تبقى انت شخص ايجابي قوي في نفس الوقت تدي للمجتمع الحاجات اللي انت بتحاول تعملها. شوف يا مريم، حياتنا ايه؟ عباره عن جزء من الدستني، من القدر اللي احنا ازاي اتولدنا وازاي تمت عمليه التنشئه لينا ونوع التربيه اللي اخدناها. وبعدين انت في ديستنيشن ما بين الدستني والديستنيشن، انت عندك الديسيجن، هتروحي للديستنيشن اللي بيرميهولك الدستني، القدر مطر عاوز يوديكي. فانا كان قدري في البدايه كان كله لما بتتكلمي في سوشيال ريسبونسابيلتي عالي، مش عارف لسبب ما من وانا صغير، يعني ما عمري 8 سنين يحطوني انت المسؤول، مش عارف يعني ايه، انت اللي هتجمع كذا. بعدين كنت في سكاوت، وبعدين في قيادات، وبعدين كان عندي قدر كبير قوي للمسألة البعد الاجتماعي والخدمي، سواء على المستوى الأخلاقي والمبادئ أو على المستوى الحاجات اللي عملتها. وعملت مؤسسة مصرية، يعني كنت دايما لدرجة إن أنا نسيت من كتر ما اشتغلت NGO كلها نون بروفيت، يعني كلها حاجات غير رابحة، ان انا اربح في عملي. يعني ده اثر بشكل عكسي، انه دي كانت غلطه يمكن. ازاي بقى اواكب الامور؟ لا ده انا مش بدي الحقيقه بيكنج فيها عدد كبير قوي من الناس. احنا دلوقتي بس هتستغربي، انا الريستورانت بزنس ان جنرال ما كانش ابدا جزء من اهتماماتي. وحتى بعد ما عملت بيكنج عملتها بكل حب واخلاص كجوب مش ككارير، very professional. the last 2 years يمكن كده ابتديت اقول لا خلاص انا لازم احب قوي قوي واللي هيبقى كارير بتاعي. ابتديت افكر اعمل براند جديده وابتدي كاني ام ستارتنج اب ده. فبالتالي رياده الاعمال دي اتس سبيريت، يعني دي روح. دايما بقول للناس اوعى تفقد الاحساس ده، انك انت لسه عاوز تبتدي ولسه عاوز تعمل ولسه عاوز تدي. دي مسألة مهمة قوي، بتبقى بنقول في الدم يا مريم. انت بتقول ان انت قريب جدا بتجدد وان ريادة الاعمال لسه في روحك وكده، مش بتحس في وقت انه يعني اتأخرت او كان لازم ابتدي من بدري؟ يعني ايه اللي بيشجعك؟ كل الناس بتوقفني بتقولي طب انت كنت فين من 30 سنة؟ طيب خلاص انا فعلا ما كنت اتأخرت، لكن انا عاوز ابتدي برضه. يعني اقصد انه دايما بيمنع، يعني مش بقعد اقول طب ما انت كبرت قوي ولسه هتبتدي دلوقتي، والمسألة كده بياخد من فكري شوية. هل اللي باقي من حياتي، لانه this was not planned، انا كان عندي خطة تانية جدا بعد 65 سنة ما قدرتش انفذها، رغم اني قعدت اكتر من 5 سنين اشتغل عشان اوصل لها. ما قدرتش، علشان انت عشان تسيبي مسؤولياتك، عندك مسؤولية كبيرة قوي انه كل اللي انت سايباه ده يستمر كما كان وافضل. فللأسف كنت كل ما احاول اشوف الاقي لا في حاجة برضو محتاجة تدخلات علشان تستمر، فما قدرتش في الرايت تايم. فبناء عليه خلاص قلت عاوز افكر افكار جديده واعمل كونسبت جديد وكده. ما بفكرش انه متاخر قد ما بفكر انه لازم الدراسه تبقى اعمق وفي وقت اقل، ودي درجه صعوبه ان الوقت ما يبقاش لصالحك. بكين بتهيألي انت بتقولها بيكن، انا بقولها بكين، سوري بكين بالعربي وبيكنج بالانجلش يس اوكي او بالفرنش بكين. اوكي. بتهيألي الكلاينتال بتاعه شويه في سني انا او كده، ولا له لا كلاينتس اكبر منك، انت صغيره اصغر؟ خالص يا مريم، انا اكبر وطالعه منك. لا ده يعني. لسه وفي شباب، لا الحقيقه بقى في شباب بادي يا مريم معانا بقوا يحبوا انه يقعدوا في الكلاسيك اللي هي بنسميها اولد سكول اوف ريستورانت تايب، لسه قاعد في ريستوران وبياكل وكده، وبيعرفوا تو سوشيالايز بيتر. يقولوا لي يعني ما بنروح كافيه عادي، لا بقى في شباب حابب انه يبقى عنده برايفسي والروح دي بتاعت الريستورانات بتاعت زمان. اوكي. وانت في الكونسبتس الجديده اللي بتعملها بتفكر تعمل حاجه للشباب اكتر يعني عشان تفضل مواكب الزمن، ولا بتعمل ايه؟ بعمل فعلا اول كونسبت بعمل في كذا كونسبت، بعمله كونسبت في هاي اند وكونسبت بتكلم فيه الجين زي، بس مخليه لكل اللي هم يانج ات هارت. انا عندي اصحاب منهم مثلا صديق لي اسمه خيري بشاره، لما بنخرج بنروح حاجات اندر كلهم 16 years old 17 18 سنه، انا هو الكبار في السن. فقلت لا المكان ده لازم يبقى لكل قلب شاب، مش بس للشباب، لان احنا هنجتمع كلنا. وبعمل حاجه انتراكتيف قوي ومشارك الشباب معايا بطريقه ظريفه، وانا الحمد لله ناجح قوي في حته قربي للشباب وقرب الشباب ليا. مفيش بينا بارير. النهارده الصبح من الساعه 8 بتكلم مع شابه كتير صغيره يعني لغايه الساعه 10، فكنت مبسوط من نفسي يعني ان احنا عمالين نتكلم وكده وبعيننا ودماغ، يعني دماغات مختلفه خالص. من الحاجات برضو اللي كانت فارقه معايا قوي ان احنا كنا اخر الوجبه بتدينا فورتشن كوكي،
وكانت بتبقى فيها رساله وكده. لسه بتعملوا التاتش ديت؟ للاسف ما بقيناش بنعمل الفورشن كوكيز في المناسبات sometimes في النيو يير وكده، بس ما بقيش على طول بنعمل الفورشن كوكيز علشان بقى عندنا صعوبه في اللك اللي بيتحط ده دلوقتي، الورق ده ومش عارف ايه. في حاجه كانت في الفتره الاخيره مش عارف في الاستيراد في ايه، كان لقينا شويه صعوبه. فاكره زمان الشوكولاته حتى لما نفتحها كنا نلاقي فيها ايوه. البخت. اه. فلا للاسف فور ذا تايم بين، بس هو كل اللي بيجي لنا عنده لك اوريدي. صح. بس انا كنت حاسه ان هي جزء من رسالتك، ان انت يعني حتى وانت ماشي انت ماشي برساله. فعامه كنت عايزه اعرف يعني فكرك لو حد دخل البكين ريستورانت، كان فكرك ان هو يعني تبقى الاكسبيرينس شكلها ازاي؟ احنا لما ابتدينا الحقيقه ابتدينا بدري قوي، كان شويه يونانيين وطالعين عندهم مطاعم صغيره في وسط البلد، حاجه ميزون قوي. وكان في حاجه اسمها كابري دي بتاعت والده رشدي اباظه بيتزريا، والريستوران وقع خالص خالص خالص، والناس ابتدت تروح للاوتيلات، بقى ده الترند. احنا فتحنا في المطعم بتاع بوس البلد ده في 1963. بعد كده انا لما جيت قعدت تاني، عشان كده كان عندي حظ حلو ان يبقى الريستورانتس يعني. بما انه كنت مسؤول دايما عن القياده، عملتها كحاجه اديوكيشنال يعني. حتى كانوا يقولوا لي انت الولاد دول جايبهم منين؟ من الجيزويت. الاتيتيود بتاعنا ايوه. طبعا مع التوسعات ومع اختلاف الزمن وكده بنفقد شويه من الحاجات دي. بحاول دايما يعني النوع ده بنسميه البيزنس اثكس. احنا عندنا لازم لما فكره الهوسبيتاليتي، فكره يعني الحاجات دي مهمه قوي قوي، اللي احنا ما بناخدش مش بس البلا والكويزين هي باكج. لما تطلعي من تجربه تحسي انه الناس في بوزيتيف انرجي، في حاجه طيبه، في حاجه خيره لما بتخشي المكان. ده بيجي من الناس، من الستاف اللي موجود، من روح الستاف اللي موجود، وده بينعكس على الكلاينت، لانه الكلاينت هو اهم ديكور عندي. يعني الامبيانس اللي في وجود كلاينت، اول ما بدخل بقول هو ده بكين اللي انا بحبه، اهم حتى من الاكل والشطه اللي خلت يور فيرست هازبند يعمل كده. يس ده عندنا شطه كتير، لازم كتير. تيجي زودنا البليتس ايوه دي. شيت خالص. طب اوكي، طب نتكلم شوية عنك انت عامة كشخص. انت بتعمل ايه مثلا هابتس او حاجات يومية بتخليك تكون مهتم بصحتك حالتك النفسية؟ قلتي حاجه مهمه قوي بعد ال 60. لا يعني لسه ما عملتهاش يعني، وبعد ال في 65 بدري. وبعد كل المراحل دي، في مرحله مهمه قوي احنا لازم من بدايه حياتنا. يمكن احنا فكره الجانك فود وده، لان هو السن عباره عن ايه؟ في حاجه في البيولوجي بتحصل للانسان ان هو صحيا اخباره ايه. فانا بهتم جدا باكلي الصحي، وببساطه كده عشان اتكلم في النيوتريشن، انا رايي كل من كل حاجه بس حاجه قليله قوي everything. يعني انا من النوع اللي بقول للناس انت عاوز تاخد حاجه حلوه، يلا عاوز تاخد حته بسبوسه بس قد كده، وخد جنبها كمان حته فاكهه، وخد جنبها نوع. وده تشاينيز كلتشر الحقيقه، ان احنا التيبل بتاعتنا متنوعه. لانه انت هتستغربي انه حتى الساتوريتد فات ما هوش كومبليتلي مضر 100% زي ما الناس فاكره. بالعكس ده مهم للانزيم، مهم للهارت، مهم لحاجات كتير. لكن انت بتاخدي قد ايه؟ بقى هتاخدي مثلا 10 جرام ساتوريتد فات، انما للاسف احنا ما بنعرفش امتى نقف. يعني عندنا عاده ان احنا لو رحنا الحاجه لازم نخلصها عجبانه. صينيه البسبوسه، طب نصها اكلت نصها، فلانه ما حطيتليش جنبه حته فاكهه، ما حطيتليش جنبه مثلا حته شوكولاته دارك شوكولاته وات ايفر. فانا مهتم قوي بالحته دي على المستوى الاكل الصحي. يعني بطبخ حاجات بطريقه ما انها تبقى صحيه، ولكن فيها كل حاجه، باكل من كل حاجه، ما عنديش ولا حاجه ما باكلهاش. الجزء الثاني لما بتكلمي فيه الصحه العقليه، لان هي الحاله النفسيه دي عباره عن صحه عقليه. فانت طول الوقت عندك ثقه انه انا طبعا بحكم الفلسفه الصينيه بنتكلم على اليين جان يانج، بنتكلم على لاو تزو بالذات، ده استاذي وحبيبي يعني، كان عمره 19 سنه وابدع. فكره التناغم، انه مفيش حاجه اسمها بيرفكشن مثلا، لكن في دايركشن للبرفكشن. فانت تبقي عارفه انك عمرك ما هتوصلي لمنتهى المعرفه، منتهى الحاجه، ومع ذلك حابه تاخدي الطريق انك توصلي لها. ما قلتيش لا، انت عارفه ان الانسان نهايه حياته هيموت، ومع ذلك هو بيسعى الى اخر لحظه للحياه، مع ان عنده قبول تام بفكره الموت. اقصد التحدي ده اللي بيعمل صراعات عند الناس، ازاي تحليه بفكره الهارموني. هي ده اللي مخليني اعيش على الصحه النفسيه، انه اقول انا عارف انه مش هوصل عاوز اقول لك في فرق بين النولج ان انت عماله تحصلي معلومات وبين الحكمه.
يعني I can't remember مين اللي قال في القرن ال17 انه الحاجات اللي ما نقدرش نغيرها محتاجة صبر مننا، والحاجات اللي محتاجة تتغير محتاجة قوة مننا عشان نغيرها، واديني الحكمة عشان افرق بين الاتنين. هو حاجة لوتيا يعني. كنت دايما اقول لنفسي لما تكبر يا هاني يا يان، علشان يان ريشيا اتس ماي نيم كمان، this is وهاني اتس ماي نيم، اتس نوت ماي فاذر نيم، اتس نوت تلات، مش اسم ثلاثي يعني. فساعات انا بكلم نفسي بالجزء المصري والصيني، انه مش عاوز ابقى راجل عجوز ومجرد راجل عجوز. ممكن تبقى راجل عجوز وراجل حكيم، وكل ما بتبقى حكيم معناه انك عارف تحل، عارف تقرب، عارف وبيبقى الحكمة كمان بتطلب قدر من الاتكس، يبقى عندك بعض القيم، باضافة للقيم عندك حتة المعرفة اللي عارفة تتعاملي بيها بقى، مش بس انا عارف 1 2 3 4، لكن عارف انه دي هتفيد هنا وتضر هنا، ويبقى عندك القدرة دايما انك تتعلمي. ده المثل دايما عندي، انك تتعلمي بشكل دائم ومستمر. ده اللي بيعمل لك البالانس العقلي، لانه الصحة النفسية هي في العقل، كل حاجة داخل العقل. طب في حاجات انت قلت في فيديو من فيديوهاتك ان انت عمرك اللي انت حاسه 3 سنين. كلمني اكتر عن الطفل اللي جواك، يعني ازاي بتعيش كطفل؟ انا ما عشتش طفولة منضبطة ابدا يعني. انا اهلي جوزوا كبار شوية في السن، وكان عندي نوع من التربيه غريب شويه، ان هم بالذات والدتي ما اعرفش ايه اللي خلاها تتعامل معايا كده، انه كل حاجه ما يصحش يعني يعمل كده، اللي هو حاجه بسيطه خالص اي حد يقدر يعملها. ده انعكس على اساتذتي كمان. يعني مثلا يجي في الاسئله سؤال في دي في اي حاجه في بتاع، فيقول لي لا انت واخد 6/10. ليه واخد 6/10؟ ده سؤال رسمي. يقول لي علشان ده فعل امر كذا معتل لازم يحذف حرف العله، حاجه مالهاش اي علاقه، لانه عينيان كده. حتى لما جيت اتخرجت الاستاذ اجى قال لي عملت بحث هايل قوي قوي، بس عينيان المفروض يعمل اعلى من كده. فما عشتش طفوله، عشت شخصيه وهميه ان انت حاجه وانا مش شايف نفسي قوي كده. لكن ده تفادني انك تحترمي نفسك يعني. في جزء كده مش انه انت دايما يقول الناس لازم تحترم، وانت عشان الناس تحترمك دي لازم تحترمي نفسك. فطول الوقت بقى في حياتي التانية لا انا عاوز اعيش طفولتي. عشان كده بقول عمري يعني لما بشوف مرجعة بيبقى نفسي جدا العب يعني طفل. انا جوايا طفل حقيقي بكل معنى الطفل. ايه اللي خلاك تتحول للسوشيال ميديا؟ مش عارفه ابتديت امتى، بس انت بسرعه قوي بقى عندك a lot of followers. عايز اعرف ايه اللي خلاك يعني ايه اللي زقك انك تعمل الموضوع ده؟ كل ما اشتغلت في السوشيال ميديا عشان نعمل ماركتنج لبيكين كانوا يقولوا لي احنا وي لاف الايدياز بتاعت بيكينج عشان بيهايند ذير از ستوري، انت عندك حكايه ظريفه قوي. والناس ما كانتش بتسال فيا، الى ان التقيت بصديق عزيز جدا عليا، اتعرفت عليه من خلال الاستاذ بشير الديك، سيناريست الله يرحمه، عرفني عليه، وهو كمان كومبوزر موجود معانا النهارده كمان، الاستاذ هيثم الخميسي. فقال لي لا انا هجيب كاميرا وانت انطلق قول اللي انت عاوز تقوله. وابتدينا ولقينا العمليه لذيذه يعني والدنيا كده. وبعدين انا قلت له اي هاف تو ستوب، لانه فكره انه نستمر كده للسوشيال ميديا وده لازم اقف شويه. وهو بيلاح عليا، قلت له لا لازم نعمل بقى حاجه منضبطه يعني ابقى عارف كده. انا ابتديت بقصه الحياه مطبخ كبير، وهكمل رحله الحياه مطبخ كبير. تقصد بيها ايه الحياه مطبخ كبير؟ وده بقى اللي هنعمله. لازم تستنينا يا مريم. لكن هيبقى السؤال الاولاني هي ايه الحياه قبل ما نخش على مطبخ وقبل ما نقول كبير. فببساطه كده لو سالت اي حد ايه الحياه، انا سالت ناس كتير. انا بحب اسال الستاف، بحب اسال الناس اللي هم بيساعدوني في حياتي كده، دايما يقولوا لي تقصد ايه بالحياه. وده اللي يلفتني حياتي يعني حياتي انا الشخصيه. يعني السؤال فلفتني قوي. هي الناس بتفكر وهي اهم حاجه الحياه مش على مستوى البيولوجي، ما الحياه اي خليه فيها طاقه وكذا، دي الحياه على المستوى العلمي البيولوجي على الخليه. لكن الحياه بمعناها الاكبر شويه اللي احنا كلنا فيها دي، لو عاوزه تقولي ايه هي هتقولي ايه. فببتدي كده تسمعي اجابات الناس بقى بعدين والدنيا ماشيه ازاي. مش عايز تقولي اي اجابه منهم كانت ثبتت؟ لا لان هو تساؤل اكتر من اجابه. هو تساؤل اكتر من اجابه عشان نقول ليه هي مطبخ ونقول ليه هي كبير. كبير دي حاجه سهله اقدر ارد عليه. كبير يعني في حاجه اصغر عشان توزين ايه الاصغر وايه الكبير، عشان نقول هي ممكن في الحته الصغيره دي نقدر نجمع فكره الحياه. بس اشوقك علشان كلنا نتابع، انا هتابعك وانت تتابعيني. طيب انت
كحد بيتكلم صيني ومن الصين وكده، فكرت عمرك ان انت توسع بيزنسز بره بكين، يعني تعمل حاجات تبع الصين عملت تربط مطعم مصر بالصين اكتر؟ عملت مطعم ماريان لافانتين، يعني شرقي لبناني شويه، وكان معايا شيف لبناني وسافرنا هناك وعملنا مطعم، بس ما نجحناش قوي لانه الصين انت لازم تبقي موجوده على شغلك. احنا عملنا مطعم وخدنا مطعم تاني، فلما بتسيبي الاداره لحد تاني، ده الصين يعني محتاجه للمتابعه اذروايز. وكمان الكونسبت ما كانش هايل قوي، لانه اللي عجبهم كان بس مثلا الرز باللبن والمهلبيه. ات تايم ما كانش قوي، اللبن ما كانش مشهور قوي في الصين. لدرجه كنت عاوز اعمل مصنع جبنه، يقولوا لي مصنع جبنه ايه دلوقتي بيكسبوا ذهب، عشان ما كانش لسه بقى فكره حاجة جديدة. البيتزا والاكل والجبن. انت عارفه بنفطر كانوا زي اه الفطار زي الغدا. ايوه فقالوا لي تشيز ايه وبتاع، وما كنتش عارف تجيبي الملك منين وتروحي من جول، يعني كان قصه. دلوقتي they're doing very well. ف كان في شويه اطباق معموله ما كانش ليها معنى قوي، لكن من ضمن الحاجات اللي كانت ناجحه قوي شوربه الجرين اللي لسه بتكلم عليها النهارده. القلقاس لما بنحط كل الخضره ونحمرها لغايه لما تسود، كان الشيف الصيني يقول لي خلاص حرقنا البتاع، بعدين نديتد وزود قلقاس، كانت بيعشقوها. يعني اتس جرين فيها جارليك فيها كده، فكانت لافلي. طيب عايزة أعرف منك، زي ما قلنا أنت قائد أكتر من إنك مدير، إيه أكتر حاجة فرقت معاك في الشغل وعلاقتك بالستاف بتاعك؟ احنا في قدر من الصداقة والاحترام والمعزة والحب، بس يمكن زي ما بقول لك لما بعمل في حاجات NGO عاوز اقول للناس بس خلي بالك الفرق ده مهم قوي. يعني دي كانت غلطة من الغلطات، انه ساعات مش قادرة تفرقي انه يبقى البيزنس ده هدفه ربح، فلما ده بيبقى مش البعد الاساسي اللي بتكلمي عليه طول الوقت، بتربي ثقافة المهم كذا والحاجات اللي اتربينا عليها. دلوقتي انا بحاول اعكس ده، انه ده جزء من الاهميه، يعني بعيد اطار التكوين، لكن علاقتنا علاقه صداقه واحترام، علاقه جميله. يعني احنا انا والناس اللي معايا احنا بنحس ان احنا بيحترموا لما ببقى حاسم، وبيحبوا يعني فيها كل الخلطه بتاعت الكويزين، كل البهارات. طيب اتكلمت شوية عن الين واليانج والحكمة الصينية، في إيه تاني حكم صينية بتهيألك كل مصري لازم يبقى عارفها كويس؟ لا في حكم، هي اصل الحكمه الصينيه، الفرق بين الفلسفه والحكمه ايه يا مريم؟ عارفه لما اقول لك مثلا الجمال الترابيزه اللي احنا قاعدين عليها، الجمال اللبس اللي انت لابساه، لكن لما اقول لك شوفي مثلا غروب الشمس، في جلال كده، في حاجه تانية الافق ده. فالحكمه كده ليها مشاعر مختلفه خالص. فالصين كانت بحكم الفكر الحضارة المصرية، كان الأساس في الحضارة الفرعونية هو ما وراء البحث عن الخلود. الحضارة الصينية هي الحياة من أجل ما هو قادم. فالخلطة دي هي الحكمة، لأنه لما بتروحي على الميتا، لما بتروحي على البارا، اللي ما هو أنا الحياة فترة رايحة وحياة بنعيشها، والحياة طواحة رواحة مش عارف ايه، نضحكاتها كساعة بكتك كساعات، والمأساة الميلو دراما اللي عندنا في حتة الحياة دي. الصين كلها بتحاول تفهمك انه this is part of life. مش ده مش غضب. مين قالك ان الاسود وحش والابيض حلو؟ يعني فببساطة كل الحكمة اللي اقدر اقولها، خد الحزن على انه الوجه الاخر من الفرح. فانت ليه شايفه منفصل فبتحزن بشوية زيادة، ولما بتفرح بشوية زيادة ما انتش فاهم الحكاية ايه، ومين قال ده وحش وده كويس. هي انت بتستخدم الكويس بالشكل غلط، وبتستخدم الغلط عمره ما تحطه بطريقة الصحيحة بحيث يبقى مفيد. فهي فكرة الهارموني ببساطة كده. كل الفلسفة الصينية وكل الحكمة الصينية مبنية على انه الموت والحياة ده تناغم مش أضداد. الصراع، الصحة النفسية انك تقللي الأضداد علشان تقللي القلق، لانه بداية المسألة تبدأ من الانكزايتي اول علامة انك تخشي في ديبريشن، واول ديبريشن بعدين تخشي في ديب ديبريشن. ديب ديبريشن معناه انك دخلتي في احباط عميق، اللي هي الحالة اللي بشوفها كتيرة جدا، بتأثر على الكيميكال بتاع دماغك، تبتدي يجيلك تعبانة، مش قادرة امشي، مش قادرة اقوم الصبح، المشاكل اللي انا اللي بسمعها دلوقتي دي اللي اثرت صحيا بقى ليها افكت.
ده يحطك في حاله احباط زياده، ما انا تعبانه، ما انا مش قادره، فمش قادره تواجهي. ليه؟ لانك كنت في حاله كونفليكت طول الوقت، مش في حاله تناغم. اليوم اللي بصحى فيه ويبقى كله النهارده مفيش مشكله، وبكره مفيش مشكله يا مريم، بعد بكره مفيش مشكله وبتاع، بقلق. قلت لك البوزيتيف انرجي بتيجي من أيوة. حل المشاكل، لان ده اللي بيديك السيلف استيم، ده اللي بيحسسك ان انت كده. بقلق فعلا، بقلق، بقول ده هتتجمع على بعض وتيجي مصيبه كبيره جدا تخفش. مش هقدر اعملها. فبدل ما اقول لك كلمه حكمه وكلمه حكمه وكلمه حكمه، لان الحكم كتيره قوي، هي اهم ما في الحكمه بلاش الصراع بين الاضداد. زي ما انت عايش حياتك كلها اضداد، بتحب المزيكا اللي بتوع زمان والجيل اللي مش عارف الذهبي بتاع كله عايشين وبتاع كلام فاضي، ما كانش جيل احسن ابدا يعني. هي دي كلها نوستالجي في دماغنا يعني. وان الميوزك بتاع دلوقتي وازاي والمهرجانات والراب وتراب ومش عارف اوكي، انما الواحد دايما احنا في بيحلل حاله وده بيشوفوا بيلبسوا ازاي. طب ايه اللي عامل لك المشكله؟ ده عمله تانية، شكل جديد من البتاع، والاي اي هيضيعنا. طب ما انت كنت في الانفورميشن تكنولوجي بتاع، ما انت كتره المعلوماتيه دي هتؤدي لازم يبقى لها نوع من الذكاء. امال عامل ايه؟ هقول لك حاجه غريبه. وانا كنت تعبان من كام بتاع كده، وناقصني حاجات اجيبها من شويه جروسري وشويه فواكه وكده. بعدين قمت مشيت لقيت نفسي في سوبر ماركت فيزيكالي، اوكي، وعمال انقي الحاجه وبتاع. وبعدين اكتشفت ان انا لابس نظاره بتاعت زي 3 دي كده، ومواصل باب، وانا فيزيكالي جوه السوبر ماركت بحط الحاجات. بعدين لقيت في الاخر انه ده طلع حاجه فيرتشوال اي اي، ولازم احط بقى ده علشان تو اوردر، بس اتليست مسكت الحاجه، كنت اتس فيري هابي. رحت قيس درجه حرارة لقيت 40، قلت انت بتخرف خالص. فقلت حتى الواحد وهو بيخرف ممكن يحلم احلام جميله. ايوه حقيقي جدا. طب عندك صحاب زيك شباب ات هارت كده؟ يعني ساعات الناس بتقول ان مهم قوي في السن انك تحوط نفسك بناس على نفس طاقتك، على نفس طريقة تفكيرك. عندك الشلة ديت؟ عندي الشله دي تو بي اونست معاكي. انا معظم اصحابي لسه عندهم الروح دي، بس احنا بحكم الشغل شويه ما بقيناش مع بعض زي الاول، بس بنتواصل. عارفه الطاقات الايجابيه؟ انت عارفه لما حد بيكلمك يقول مثلا انا بفكر فيك حتى لو بقاله 3 اشهر، انت خاطر على بالي، قد ايه انت كنت حاجه حلوه في حياتي، كل ده يعني. ساعات احنا حتى على التكنولوجيا بنبقى على زوم، بلاقي الولاد السكاوت اللي او حد من الاجيال اللي انا اتعلمتها حاجه وكده، وفي ناس ما اعرفهاش، وبصوا يقولوا انت علمتنا انت كذا كذا، بقعد اعيط ما بقاش متصور، مش لاني حساس ولانه رومانسي وبس، ما ببقاش مدرك قد ايه ممكن يبقى الانسان ليه تاثير. لسه بقول لمدير بنك وانا قاعد وانا طالع، قابلت واحد مدير في بنك تاني بيقول لما الدنيا تقلب حلاوه ولا تكسر نعمل ايه؟ هنلعبها ونشقطها ونجري عليها ونبططها. فالراجل جنبي قال لي ده مجنون ده. قلت له لا، دي اغنيه كنت بعلمها للولاد وهم صغيرين. فلسه فاكر حتى ينفع تقولها تاني بالراحه شويه؟ انا عجبتني قوي. لما الدنيا تقلب حالها ولا تكشر نعمل ايه؟ هنلاعبها ونشقطها ونجري عليها ونجري عليها ونبططها. فبتفضل المعاني الصغيره دي عند الناس وتعيش معاهم. عشان كده اهم حاجه نبسط، يعني نعمل كل الناس على انهم اطفال، عشان الناس تفهم، لان احنا بنعقد قوي الحاجات البسيطه. ده حكمه صينيه على فكره. مشكله الناس انها بتعقد الحاجات البسيطه، فبتطلعي عقد وبنبقى فرحانين. ما انت عاوزه تعقدي الناس علشان انت مستريحه كده محدش يبقى فاهم حاجه، مع انه الحياه ابسط من كده بكتير. قابلت مشاهير كتير من خلال شغلك. ايه اكتر مقابله كانت غريبه بالنسبه لك؟ غريبه او اثرت عليك، تركت اثر عليك؟ نادية لطفي. نادية لطفي اكتر انسانه اثرت، لانه والدتي كانت بتقولي مريان ونادية كانت بتحبك قوي ومهتمه بيك جدا، وما كنتش شفت ابدا نادية لطفي. مع سنين طويلة جدا نادية كانت بتعمل بروجرام، أنا كنت موجود يعني بيهايند التصوير علشان كنت هقابلها بعديها. وأول ما اتعرفت إنه أنا هاني سابت الدنيا، قالت حضنتني وقالت لي ابني. فقلت والدتي. طيب كنت يعني اتأثرت قوي قوي. بعدين كنت معاها في رحلة كده كمان، بوبي هي، واتأثرت جدا جدا بيها. ولانه
حسيت فعلا انه ليها بعد في طفولتي، وما فهمتش ايه السبب الانقطاع اللي حصل. يعني ما شفتهاش. شفت فنانين كتير، يعني شفت ليلى مراد، شفت زكي فطين، قصدي انا اسف، فطين عبد الوهاب، زكي الله يرحمه كمان ابنه. واللي اثرت فيا كمان زينات صدقي لما زرت بيتها مع والدي. كنت صغير فلقيت انها في حاله يعني سيئه، البيت سيء الدنيا، فقلت يا فنانه اسعدت كل الناس، لكن كان عندها طاقه واستقبال بالسبرتايه، وكانها في قصر اللي هو، وسعيده بينا ومرحبه جدا بينا. كانت انسانه عظيمه، وذكريات مع ناس كتير الحقيقه. عندي سؤال له علاقة بقصة زينات صدقي. في كتاب جديد وفي كذا يعني مدرسة جديدة بتقول إن الواحد should die with nothing، يعني تموت من غير أي حاجة، يعني تصرف ما في الجيب، تقضي حياة فل. طبعا يعني تعمل حساب في حاجات قليلة، بس إنك يعني ما تبقاش شاغل بالك إنك تكنز وإنك تبقى مستمتع بالدقيقة. أنت إيه رأيك على الفكرة دي؟ نظريه لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، كلمه ليسوع عيسى يعني. هذا الزمن صعب. يعني لو قلنا انه ما تفكرش خالص، خصوصا لما نتكلم على السن والمراحل يا مريان، ان انت هتوصلي للمرحله السنيه. انا مثلا جاي من السعوديه، ففي ولد بيقول ابوه يعني they are extremely rich، يعني اغنياء جدا جدا، بس والده بيقول له لغايه هنا انا عندي زيرو ماني، ما عنديش كذا، يعني الاكونت بتاعي زيرو. الحقيقه الاكونت ده ممكن يبقى مليون. اقدر اتفهم ده، لانه في الزمن ده لو تقدري، لو عندك الامكانيه انك ظبطتي ده، اللي هو على القد ان لو حصل حاجه النهارده، لو عييتي هيحصل ايه، لو تعبتي هيحصل ايه. فانك تبقي عامله هذا الاحتياط، الريزيرف ده مهم قوي قوي، لكن مش بتعملي اكتر من انه هتقعدي بقى تحت، يعني بقى الاحتياط قد كده والعمر قد كده. فلا، مهم، هي زي ما قلت لك هي موازنه، مش لازم تكنيزي، لكن احتاطي، يعني خليك عن قدر من الحيطه. طب لو رجع بيك الزمن تقولي لنفسك الأصغر إيه؟ انت هتستغربي قوي، انا عمري ما فكرت لو رجع بيا الزمن دي. السؤال ده مش موجود غلس. عندي. ليه؟ لان انا حاسس ان هو لكل زمن زمنه، وما عنديش كلمه حتى انت هتعيش تاخد زمنك وزمن غيرك. يعني ايه زمن غيري؟ ما انا في الزمن ده. بالظبط. فانا فكره الزمن الممتد دي عندي مستمر، يعني ما بحسش اني عاوز ارجع تاني ابقى طفل او بيوحشني اللحظات الجميله، ولا ببقى ندمان عليها. انا بالعكس حاسس انه هتستغربي قوي قوي، ده بيديني طاقه ايجابيه جدا، انه اللي جاي صعب قوي. اللي انا هشوفه في اللي جاي، المؤشرات مش سهل، في تحديات وفي شغل وفي يعني تعب كتير لازم اديه. وده اللي بيخليني اقول يلا يا يان، يلا يا هاني، يلا كده، وراك حاجات كتيره قوي قوي قوي. اوعى تسيب نفسك تضعف، لانه زي ما كانوا بيقولوا لي وانا صغير، ما يصحش، يعني عيب، مش مفروض. ده بيعمل لي شويه صعوبه، انما بيقويني سوا. طب تحب تقول لنا ايه حاجة عندك محدش يعرفها؟ الحاجه اللي الناس ما تعرفهاش، انه بيتهيألهم انه هو اولا، انا بس قلت لكم ان انا عييت، ما حدش بيعرف قوي يعني. بالنسبه للناس هو ما هيبهني نفسه الراجل ده كده كذا كذا. اللي عاوز اقول لهم سعادتي بتبقى موجوده، اللي انا ابتديت فيها في الاول. هو تفتكروا انه الانسان السعيد ده يعني نو بين نو جين. بوزيتيف انرجي معناها انه في نيجاتيف انرجي جت، وانت يو بالانس الاثنين. فاللي ما تعرفوش الناس انه لا، انا مش بس طول الوقت سعيد، انا في لحظات كتير بيبقى في شجن، ومن الشجن ده هو اللي بتطلع كل الفرحة والسعادة. بتبقى بسميها، ببقى فرحان ساعات، بضحك من كتر بقول مش معقولة الأزمة دي، عارفة لما يقولوا واستحكمت، يعني البتاع ما كنتش أظنها تفرج، ولما بتفرج من خلال الدماغ. مهم قوي انك تعيدي المعطيات تاني وتنامي عليها، وتصحي تلاقي الدنيا ده في العقل برضو. راح الشتاء وراح الخريف والربيع جاي، والدنيا ربيع والجو جميل، وتبقي هنا السعادة. طيب آخر سؤال بحب أسأله لأي حد في محدش قال لي، محدش قال لهاني يعني ايه؟ ما حدش قال لي حاجات كتيرة قوي، يعني سأليني هو قالوا لك ايه. ما حدش قال لي حاجات كتيرة قوي قوي، لكن
كل اللي ما قالوليش قالوا لي، لانه كنت دايما انا عندي ميزه ودايما بقولها للناس، برفع ايدي اقول انا مش فاهم. ما كانش عندنا دروس خصوصيه، ما كانش، وما كنتش اقدر احضر اي حاجه. مجرد حضرت كده اي محاضره اي حاجه في حياتي، وبعدين بطلع ما فهمتش، حد يقول لي الحته دي ايه. فكان بخلي اللي ما بيقولش يقول، لانه طبيعه السؤال، ما هو مش واحد بيقول مثلا انا بلتقي بمريان ما فهمتش ايه، ما فهمتش مين مريان، لان عدم التساؤل في توقيت خاطئ مش مبني على فعلا امكانيه تساؤل. فكأنا كان كل اساتذتي لدرجه انه ساعات ما كناش بننزل ريكراسيون الفسحه، يعني يقولوا هاني هنتكلم في ده بعدين انا وانتوا، يعني تعالى لنا بعدين. فكنت اروح لهم على المكتب بتاعهم اضيع الحصه بتاعتي عشان يقولوا لي انت بتسال اسئله بعد كده هتبقى موجود. يعني مثلا كنت وانا صغير خالص اقول يعني ايه الخط المستقيم؟ مفيش خط مستقيم، ولا الليزر خط مستقيم. طب ما دام في جرافيتي، فدام في حاجه، ففكره انه الاستقامه دي بحكم العناصر اللي موجوده اللي ممكن تبقى منضبطه، فيجوا يقولوا لي كويس تعالى لنا كذا. او كان في واحنا صغيرين في حاجه اسمها كونستنت، معامل ثابت في الماثيماتكس. فدايما وانت صغيره كده عمرك 14 13 سنه يقول لك اعتبريه يساوي 1 وتلغيه وتكملي المعادله. كنت اسال واعتبرته يساوي 1 ليه؟ فيجي يقول لي بقى بعدين لما هتكبر تعرف انه الميه معامل والكثافه دي معامل، ويبتدوا يغزوا. فكل اللي ما قاليش قال لي علشان انت جراب، هو ما قاليش ليه. مش عندنا مثل في المصري السؤال مش حرم، مش حرام ابدا ان احنا نسال. وفي الحكمه الصينيه اللي دايما بقولها والبتاع، اسال هتعرف.